يا اهلا بيكم يا احلى شباب. ما تيجوا النهارده اقول لكم ازاي تقدروا تطلعوا اي منتج وتعملوا له اعلان احترافي سينمائي ببرومبت واحد بس، والبرومبت اللي انا جايبه لكم النهارده تقدروا تستخدموه مع اي منتج وهينفع ويطلع لكم اعلان احترافي. قبل ما اكمل كلامي تعالوا نتفرج كده على الاعلان ده ونرجع نكمل كلامنا. اهو الاعلان اللي انتوا لسه شايفينه ده معمول كله ببرومبت واحد بس، والبرومبت ده ينفع لتحريك اي منتج عندك زي ما قلت لك، بس المهم ان تكون حاجه ملموسه، وهتفهموا ده من خلال الفيديو او الدرس بتاع النهارده. انا كل اللي انا عملته ان انا غيرت بس الموسيقى وحطيت ساوند افكت، لكن البرومبت ده بيدي لك موسيقى مع الاعلان اللي انت بتعمله زي ما هتشوف معايا في الدرس بتاع النهارده. فجهز مشروبك واستمتع بالدرس ده لغايه النهايه. يا اهلا بكم يا شباب، تعالوا نبتدي مع بعض النهارده واقول لكم تعملوا ازاي اعلان احترافي لاي منتج عندكم. الموضوع مبهر جدا جدا جدا، فخلينا نبتدي مع بعض على طول. وهنعمل دلوقتي مرحلتين، والمرحلتين اسهل من بعض. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اولا كده هندخل على الموقع العبقري هيكسفيلد اللي خارب الدنيا الايام دي. طيب هندخل على الموقع. اولا المرحله الاولى ان احنا هنربط هيكسفيلد بكلود علشان نبتدي ان احنا نكتب اللي احنا عايزينه لكلود فيبتدي ينفذه عن طريق موقع هيكسفيلد. الموضوع بسيط وسهل جدا. طيب هنعمل ده ازاي؟ تعالوا بصوا معايا، والطريقه المره دي مختلفه، انا كل مره بعمل طريقه مختلفه علشان نجرب كده مع بعض. فخلينا نيجي هنا كده على ام سي بي، نضغط عليها بالشكل ده، وهنيجي نربط كلود كود، لان انا عايز برضو كلود يتربط بالجهاز بتاعي وينفذ المهمات وينزلها على الجهاز بتاعي، او ينفذ الحاجات اللي انا بقول له عليها، يعني الداتا، ويبتدي ينزلها لي وانا مش هعمل اي حاجه. فهبتدي ان انا ادخل على كلود كود بالشكل ده، وبتاكد من هنا ان انا ضاغط على ام سي بي. ده مهم جدا. هنا كده هو بيقول لي المعلومات اهو بمنتهى البساطه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هتاخد الجزء ده كده وتحطه في كلود كود وهو هيقوم بالباقي. فهبتدي ان انا اخده كوبي بالشكل ده، وكده موقع هيكسفيلد مهمته دلوقتي انتهت خلاص، مش هنحتاجه تاني لان كل حاجه هتتعمل من خلال كلود. فهبتدي ان انا افتح كلود بالشكل ده، وهبتدي ادخل على الكود اللي موجوده هنا. طبعا كلود فيه هوم وفيه كود، فانا هدخل على الكود علشان انا عايز اربطه بالجهاز بتاعي. وبعد كده هاجي هنا كده، بصوا بقول له لوكال، يعني بقول له اتربط بالجهاز بتاعي لوكال اللي هو الجزء المحلي بتاعي. وبعد كده هنا هو بيقول لي انه الفولدر اللي هو هينزل فيه الداتا اسمه كلود، لا انا هغيره وهخليه يحط الحاجات على الديسكتوب في فولدر اسمه فاينل، وهقول له كده اوبن. طبعا انا هستخدم فيبل 5، لكن انتوا تقدروا تستخدموا اي موديل من الموديلات الموجوده عادي جدا. للناس اللي مش بتحب الحاجات اللي هي مدفوعه او كده، لا استخدم اي موديل عندك عادي جدا. وبعد كده هبتدي اديله اللينك اللي انا اخدته ده، او الجزء اللي انا اخدته كوبي، وهبتدي هنا كده ان انا اضغط. انا كده بقول له ايه؟ بقول له اربط كلود بهيكس فيلد وحط لي السكيلز اللي انت عايزها علشان تطلع لي المنتجات، تولد لي الصور والفيديوهات والكلام ده كله. ده معنى الجزء اللي انا عملته دلوقتي. هتلاقيه كده ان هو ابتدى يدور على السيرفر، ونشوف دلوقتي النتائج وهي بتطلع قدامنا على الشاشه وبيعمل ايه. طيب بيقول لي ان هو ما لقيش السيرفر، عادي جدا اهو. خليك مكمل معاه عادي جدا. هيبتدي ان هو طيب اي رساله بتظهر لك كده هتضغط عليها allow طبعا عشان تسمح له ان هو يتربط بهيكس فيلد. فانا هقول له always allow اهو، وخلينا نشوف. بصوا كده، اي رساله هتظهر طبعا لازم ندوس عليها او نضغط عليها always allow، بنوافق عليها علشان يبتدي يتربط. لو الموضوع طول هفصل معاكم وهرجع لكم تاني اهو always allow طول الوقت. انا بس حابب اوريكم علشان ما تتخضوش، هتلاقوا فيه رسائل كتيره بتظهر لان هو بياخد سماحيات كتيره اهو. دايما هتقول له always allow او allow once على حسب الرساله اللي بتظهر. المهم ان انت هتسمح له.
طيب خليني استنى كده لغايه ما نشوف هيعمل ايه وارجع لكم مره تانية. ودلوقتي زي ما احنا شايفين قدامنا هو بيقول لي اعمل ساين ان جوه هيكس فيلد علشان اقدر اربطه بكلود كود. فدوست اوبن وكتبت الايميل والباسورد بتاعي واديت له السماحيه، وابتدى دلوقتي ان هو يربط هيكس فيلد بكلود. وهنا كده هقول له اولوز الاو برده، وهسيبه يكمل باقي الخطوات وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا شباب هو اخد كام خطوه كده، بصوا الخطوات اللي هو عملها، وبعد كده ظهر لي هنا كده الكريدتس بتاعتي وقال لي ان كل حاجه تمام والسكيلز دخلت وكل حاجه. ودلوقتي الموقع اللي هو هيكس فيلد اتربط بكلود، وبيقول لي هنا كده تقدر تعمل فيديوهات او صور او اللي انت عايزه. وده بالنسبه للخطوه الاولانيه ازاي احنا بنربط كلود بهيكس فيلد. تعالوا دلوقتي بقى نشوف ازاي نقدر نولد اللي احنا عايزينه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. طيب تعالوا نشوف المرحلة التانية، وهي ازاي ان احنا نقدر نعمل اعلان احترافي ببرومبت واحد بس. والمفاجأة ان البرومبت اللي انا جايبه لك النهارده وهسيبه لك في صندوق الوصف ينفع معاك لأي منتج انت عايزه، بس المنتج ده يكون حاجة ملموسة. يعني عايز تعمل اعلان لماوس، عايز تعمل اعلان لعصير، عايز تعمل اعلان اي حاجة ملموسة، لكن ما ينفعش تعمل بيه مثلا مثلا برنامج للكمبيوتر مثلا او حاجة زي كده. طيب خلينا نجرب كده ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. هبتدي هنا كده ادخل على الفولدر بتاعي، وانا كنت عامل صورة قهوة زي كده وماوس. انا عاجبني الماوس ده وعايز اعمل له اعلان دلوقتي، فهبتدي ان انا اعمل ايه. طبعا انا هديله صورة مرجعية كده، لو ما عندكش صورة عادي جدا البرومبت ده بيخليه هو يعني يسألك انت عايز تعمل اعلان عن ايه. طيب حلو جدا. هبتدي بعد كده ان انا افتح البرومبت بتاعي وهاخده كوبي بالشكل ده، وهاجي هنا دي الخطوة خلاص خلصت اهي. انا رفعت له صورة مرجعية، بس هو كده كده هيعمل لي صورة مرجعية لان انا كاتب له في البرومبت ان انت تديني هيرو ايمج اللي هي الصورة المرجعية اللي هتمشي عليها عشان تبقى بعد كده الفيديوهات موحدة. وهبتدي اديله كده البرومبت بتاعي ده بس مجرد يعني ان انا بقول له ان انا عايز اعمل اعلان عن ماوس اسمه كذا او كده يعني. انا دلوقتي حطيت له البرومبت بتاعي، وهبتدي كل اللي انا هعمله ان انا هضغط كده وهسيبه هو يشتغل ونشوف هيعمل ايه. بصوا كده انا ما عملتش اي حاجه. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. طبعا هو دلوقتي ابتدى يحلل البرومبت وابتدى يحلل الصوره اللي انا رفعتها له، وهنشوف اهو بيفكر يشوف كده هيعمل ايه ويبدع براحته يعني. طبعا هيبتدي هنا كده ان هو بيقول لك هيشغل السكيلز بتاعته ويعمل جنريت للحاجات دي. فاولوز الاو زي ما اتفقنا، اي حاجه هتظهر قدامك اولوز الاو او الاونس على حسب الحاجه اللي بتظهر. خلينا كده نشوف. اعتقد المرحله دي هتاخد شويه وقت، فخليني كده استنى شويه وارجع لكم اقول لكم ايه اللي حصل. تعالوا كده معايا، حابب اوريكم حاجه. بص هنا كده بيقول لي ان هو بيعمل جنريت لبريميوم اكس 1 هيرو ايمج ويز جي بي تي ايمج 2. طبعا ده الماوس اللي انا كنت مديهوله بيعمل له هيرو ايمج، بيدي لي صوره كده في الاول علشان يمشي عليها بعد كده وما يغيرش التفاصيل. فحبيت اوضح لكم بس ايه الخطوه اللي هو شغال فيها دلوقتي. طيب بصوا كده يا شباب معايا، هو دلوقتي خلص الصوره المرجعيه بتاعته، يعني ولد الصوره وهو شغال مع نفسه، انا ما بعملش اي حاجه. وابتدى كمان يعمل الشوت رقم 1 اهو، الهيرو ريفيل، علشان يبتدي بقى يوريني الفيديو هيكون شكله عامل ازاي. فهو دلوقتي شغال مع نفسه وانا سايبه تماما، انا بتفرج. ودلوقتي حالا هو خلص، اخد حوالي في كل الحاجات اللي انا طلبتها منه ربع ساعه مثلا بالكتير. وبصوا الخطوات، طبعا ابتدى يديني حاجات اوافق عليها وكده لغايه ما طلع هنا المنتج النهائي بتاعي هنتفرج عليه دلوقتي. وبيقول لي ان هو اسمه كده اهو، وكمان نزله في الفولدر اللي انا قلت له عليه. وتعالوا نبص كده ونشوف اللي حصل شكله عامل ازاي. طبعا الكلام والحاجات اللي بتظهر دي كلها هو اللي عاملها، فالموضوع خطير. يعني انت ببرومبت واحد بس بتعمل اعلان احترافي زي ما انت شفت كده. طبعا لازم تدخل دلوقتي وتجرب الموضوع ده. لينك موقع هيكس فيلد هتلاقيه في صندوق الوصف، والبرومبت كمان اللي انا هسيبه لك ده تقدر تستخدمه مع اي اعلان زي ما قلت لك، بس لازم تكون حاجه ملموسه.
طبعا يا شباب بتمنى ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت نضغط لايك على الدرس ده ونشيره في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. ولو عجبك او مش عجبك انزل واكتب لي كومنت كده وقول لي ايه رايك في الموضوع. واللي لسه ما اشتركش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا ليكم يا شباب واشوفكم في درس جديد.